سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاعنا اليوم وصفه صيفيه سهله طريفه تحضر معاك في دقائق وبمكونات بسيطه راح تشوفي متوفره في كل بيت. تاكوس بالسلق ولا فطائر مقلات بالسلق، سميوهم كما تحبوا. انا كنت مديت لهم هذا الاسم نظرا للشكل تاعهم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مع بعض المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير راح نحتاجو 4 كيسان تاع فرينه، راح نحتاجو 4 كاس زيت، نص كاس حليب دافي، راح نحتاجو مغرفه تاع ماكله، خميرة الخبز، مغرفة تاع ماكلة، سكر، مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة خميرة كيميائية. فوالا قلت لكم مقادير بسيطة. ونجمعوها بالماء يكون دافي. هنايا بنفس الكاس اللي درت به الفارين، هنا كنت في الماعون راني ندير الفارينة اول حاجة نفرغوا هذيك الفرين. بنفس الكاس نكيلو الزيت والحليب. طبعا كما قلت لكم نديروا هذوك 4 كيسان تاع الفرينه. من بعد نضيفوا المكونات الجافه اللي هما لا ليفيور والملح والسكر، نديروهم مع بعض على مره. من بعد نخلطوهم هكذا غير بيدنا ولا بمغرفه هكذا. هنا استعملت البيتخان، نتوما تقدروا تطموها باسكو ما تحتاجش عجينه، جوست نطموها. ضايع وسيتها بالورقه ماشي بهذاك العجان، جوست نطموها. مي كل واحد يدير باش يحب واللي متوفر عنده. اللي عندها بيتخان طمها بالبيتخان، سينو طموها بيدكم. كنت خلطت هذوك المكونات الجافه مع بعض، نضيفوا الزيت ونضيفوا الحليب على مره. هذاك الحليب كنت دفيته من قبل. من بعد نطموها بالماء دافي. الماء نزيدو، انا زدت حوالي نص كاس على حسب نوعيه تاع الفرينه. نتوما زيدوا بالعقل عينكم هي ميزانكم حتى تحصلوا على هاد القوام. ما تكون شيده روحها بزاف يابسه هكذا شغل جور، ما تكون تتلاصق في اليدين، تجي هكا عجينه شابه. ونخليوها تخمر، نحطوها تجيه ونخليوها تخمر. بعد ما خمرت لي انا كنت اونتر درت قليت بطاطا. هنايا كان عندي طريف صغير تاع دجاج، كنت قليته مع شويه بصل مع توابل الدجاج، شويه ملح شويه فلفل كحل. ضفت له ربطه تاع السلق قطعته غسلته، ما فورته ما غليته، ضفته هكذاك وخليتها حتى تنشف تماما من الماء تاعها. وزدت لها عفوا وزدت سنينه تاع توم، 3 سنين تاعتهم. وهاد لاصوص هي عباره عن صوص فخماجير. هنا كنت درت لا بيشاميل تاعي، درت مغرفه مارغرين مع مغرفه فرينه دابو. من بعد زدت لهم حوالي كاس تاع حليب، خليتها شويه ثقيله. من بعد ضفت جبن ابيض وجبن مبشور، اي جبن متوفر عندك. انا باش عطيني برك العبوله. وضفت لهم سنينه تاعتهم، تقدروا تزيدوا مام شويه معدنوس باش تجيكم صوص الجيريان جور على الجيريان. ضفت سنينه تاعتهم شويه فلفل كحل. وهاي لك لاصوص تاعنا واجده. هنا شوفوا العجينه تاعي بعد ما خمرت نديغازيوها، نخرجوا لها كامل هذوك الغازات ونقطعوها. هاد الكميه دارت لي 6 تاكوس كبار، تقدروا دير لكم حتى 8 متوسطين. انايا قطعتها على 6 شكلت كرات هكذايا، نحطهم دو كوتي ونخدم بالوحده. غير تبداو تخدموها لازم تكون المقله تاعكم ولا فاش راح طيبوها طاجين ولا يكون يسخن، لانه راح نطيبوها مباشره، ما تخلوهاش تخمر بعد ما تشكلوها باسكو راح تتعجن لكم وما تطيبلكمش من الداخل. يعني نحلو ونطيبو مباشره. الطريقه تاع الحلان راح نحاول نحلها مستطيل باش تعطيني الشكل تاع التاكوس. حلو مستطيل هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا شاك فوا نسقمها هكذا بيدي كما قلت لكم، ونحاولوا نحلوها رقيقه الماكسيموم باش طيب لنا من الداخل وما تجيش معجنه من الداخل هكذا. من بعد نجوزو نديرو الحشو تاعنا لداخل. هذيك لاصوص اول حاجه درت هذيك لاصوص تاع اللي كنت بريباريتها باش ما يجينيش ناشف، نبدا بها. من بعد نديرو شويه بطاطا مقليه اختياري، وشويه هذاك السلق اللي كنت طيبته. حاولوا طيبوه حتى ينشف من الماء كومبليتمون، تخلوش فيه هذاك الماء. فوالا ديروا بطاطا حبيبات برك ما تقلوش بالبطاطا، ونزيدو هذاك السلق. الدجاج اختياري، عندك دجاج ديريه. انا درت طريف صغير هكا قطعته مرصويات هكا صغار، تقدري ديريه مام بولي عاشي، ما عندكش ما ديريش كامل. فوالا من بعد نضيف له كميه واحده اخرى من هذيك لاصوص. وهذا الجبن اختياري، عندك هكا هذول سلايس اللي ديروهم في ليتشيز ولا اي نوعيه واحده اخرى اون سلايس تقدري تستعمليهم، راح يمدوا جو وراح يجي هكا يذوب الداخل. دونك سي بون، مي كاين نستعملوهم ما كاش
بطبيعه الحال ما تستناهمش كتافيو غير بهذيك لاصوص، راح يجي مشمخ من الداخل روعه. وهنا نحاولوا نغلقوا عليه، نرفدوه لوطخ كوتي كيما راكم تشوفوا الطريقه. راني حاولت ما نجري لكمش لا فيديو باش تشوفوا الطريقه سورتو في الخبيزه الاولانيه. ونغلق بلوطخ كوتي بيان سور، نغلقوا مليح سورتو هذوك الجناب نغلقوا عليهم مليح كيما راكم تشوفوا. ونبدا نمشي هذاك الحشو تاعي كامل، نوزعو على كامل الخبزه باش ما تجينيش جهه معمره جهه فارغه، نو نمشوه كامل الحشو تاعنا هكا. نغلق ونمشي نغلق ونمشي غير بيديه ديليكاتمون بيان سور. شوفوا العجينه هنايا ما حليتها ديريكتومون في هاد اللوحه هاديه، ما استعملت ني لا فارين كي تريح وتخمر وتكون يعني عطيتو لها حقها اكزاكت تاع الماء من الاول، ما راح تلصق لكم ما راح تعذبكم. مي اوكاو تقدروا دردروا شويه فرينه وتحلوها. انا شوفوا راني هكذاك راني نستعملها مباشره كيما راكم تشوفوا. وزعت كامل الحشو بيديا مباشره حطوها الطيب. كنت قلت لكم المقله تاعي كنت نسخنها اونتر طون. نحطوها الطيب على نار متوسطه، ما نقويوش النار باش طيب لنا من الداخل، على نار متوسطه. ونجوزو نحلو الكميه المتبقيه بنفس الطريقه. وشنو ما تغفلوش عليها باسكو ما راحش تشد لكم الوقت بزاف في الطياب، دونك الطيب تمتم، دونك واحد ما يغفلش عليها. بقاو طلوا عليها فقدوها، تشوفوها طابت من جهه قلبوها على الجنب الاخر، طيبوها مكمل لي كوتي. راح نوري لكم يعني الطريقه، راح تشوفوا نطيبها مكمل لي كوتي، نحمرها مليح يعني نتاكد بلي طابت ليها 100%. نفس الطريقه حليت شكل مستطيل، درت هذيك لاصوص بطاطا، شويه بطاطا شويه من هذاك السلق، ونغلق بنفس الطريقه. هنايا درت معكم حبيبه واحده اخرى جوست باش نوضح لكم الطريقه كيفاش تغلقوا يعني تشوفوها مليح. فوالا نضيفوا شويه لاصوص من فوق. كان قلت لكم قد ما ديروا لاصوص قد ما راح يجي من داخل ما يجيش ناشف. ونضيفوا هذاك الجبن اللي قلت لكم عليه. من بعد نغلقوا هكذايا، نحاولوا نغلقوا مع الاول عادي، بعد نعاودوا من الجهه الاخرى، ومن بعد نشكل الشكل تاع التاكوس. ونمشي الحشو تاعي على كامل الفطيره تاعي باش ما تجينيش كما قلت لكم جهه فارغه جهه معمره، بعد ما تاكلوش غير العجين. ومباشره نحطها في الطاجين الطيب ونفقدوا هذيك اللي كنا حطيناها مع الاول. لازم يجيكم تكون خفيفه يعني طيبوا وتحلوا العجينه اون باراليل. فوالا ونكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. هناك تشوفوا خدات لي تحميره شابه، نبقى نقلب فيها ونعسو الدوزيام. هاي ليك كما تشوفوا. كنت قلت لكم ما راحش تاخذ وقت كبير في الطياب. راكم تشوفوا جهد ما نحل وحده تكون وحده طابت من جهه، دونك بقاو تقلبوا فيها وتفقدوا فيها، يعني لازم تحلوها هكا قدامها ماشي تبعدوا وتغفلوا تشد لكم. كمل بنفس الطريقه. وننسيستي على الطرف لازم طيبوهم مليح. راكو كامل حيرين هاد لابيريود واش ديروا العشاء لوليداتكم. جيتكم بهاد ليديا كنت تشوفوا بلي سهله بالبزاف. يعني سوفي تحضري لاباط ولا فاص ومن بعد شكلي وطيبي وقدميها لوليداتك. خير من اكلتها برا ديريها لهم في الدار. نتمنى تجربوها وتعجبكم. الا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم. شوفوا كيفاش راني نقلب كيفاش راني نطيب ميم لي كوتي كيما قلت لكم. سورتو لي كوتي لازم يطيبوا مليح ونقدموها وهي سخونه. ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى تجربوها وتعجبكم. ولا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم واللايكات، واللي ماشي مشتركين نقول لكم اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات باش يلحقكم غير جديد ان شاء الله. في امان الله.